مرحبا. خبرونا بكتاب التربية بالمدرسة وبمادة القانون بالجامعة انه مجلس النواب هو السلطة التشريعية، وزعموا حلو زعموا زعموا نسبة لزعم الطوائف، زعم الطوائف انه من اهم مهام مجلس النيابي هو سن القوانين. خلصنا المدرسة وتخرجنا من الجامعة وطلعنا على الحياة ولقينا انه الممارسة اللي بيمارسها المجلس النيابي اللبناني لا تمت صلة الى نص الدستور. بسن القوانين مجلس النيابي صحيح، بس هلا بنكون على اي اساس وباي سياق؟ لانه طلعنا على الحياة لقينا مجلس النواب اللبناني هو مكتب خدمات. خدمات لشو؟ الخدمات اللي هي لازم تكون ملكه وحقه للمواطن من دون ما حدا يخدمه، من دون ما حدا يمنه، من دون ما حدا يشرطه. فصارت الخدمات هي أداة عند الكتل والنواب لضمان استمراريتهم، مش لضمان حقوق المواطن وعيشه الكريم. أما وقت اللي بيجي مجلس النواب اللبناني الشاذ اللي ما بيعمل عمله الطبيعي بيجي ليسن قوانين مجلس النيابي. القوانين اللي عم نشوف انه الكتل عم تقترحها هي بتجي بتقريبا 3 سياقات، يا اما بتعزز الطائفيه وروح التقسيم والفئويه. الجزء الثاني من القوانين اللي عم تنسان هي اللي بتضمن استمراريه هالنواب اللي موجودين انه يضلوا طيزهم ثقيله ملبسين وملزقين. واهم جزء الكوميسيونات والسمسره والتنفيعات والسرقه. اليوم حدث شيء يعني نقزني وعاني من نوع عميق. حصل شيء سابقة بالتاريخ اللبناني الحديث. النائب نعبت فريم يقترح سلسلة من القوانين جاي بسياق عمل مجلس النيابي الصحيح. لأول مرة أنا فيها بشوف نايب عم يقترح قوانين ويمارس عمله النيابي حسب نص الدستور، لا حسب هودي الثلاث اتجاهات اللي ذكرتهم. خلينا نعطيكم فكرة عنهم شو هن. قانون لحفظ حقوق الأب والأم والطفل وحقوق العامة، مثلا انه الام بحق لها باجازه امومه 14 اسبوع، البي اجازه ابوه. حقوق الطفل قانون خاص للطفل، يعني الجريمه بحق طفل لازم يكون لها عواقب اكبر بكثير من الجريمه بحق زلمه فوق سن بالغ. حق التعليم، الحق بالرعايه، الحق بالحمايه الشخصيه على الانترنت، ما حدا يخترق حريته الشخصيه للانسان واسراره، ما حدا يفضحه، ما حدا يصوره فيديو وينشره. تفاصيل دقيقة بتعزز كرامة الإنسان، بصير يحس حاله واحد إنسان مش شيء. ما راح أقول حيوان لأن الحيوان شيء منيح. قوانين بتعزز حقوق الاحتياجات الخاصة اللي نحن يا حرام موجود الجماعة نحن منزلهم مذلولين. هول الجماعة في عندهم قوانين بسيطة ومناش كافية وما بتطبق. طلب لهم الاستاذ نعمت بحقهم بتجديد الأطراف، بتجديد المعدات، حقهم بالإعفاء من الضرائب. بالختام قوانين لتعزيز الحس الوطني، هيدي ما عم نفكر فيها ابدا. احنا كنا بدنا حس طائفي، حس فردي شخصي، مصلحه ذاتيه، مثل تخصيص نهار لزياره المتحف الوطني. قانون بيجبر مدارس تاخذ التلاميذ على مناطق اثريه، مناطق ذات رموز من التاريخ اللبناني. بصوره عامه هيدي القوانين اول شيء بترد شوي من كرامه الانسان بلبنان، بتحسسه بانسانيته، بترد له شوي من اعتباره، بتعطيه نوع من الاستقلالية عن طبقة سياسية وعن المرجعيات، وفسحة حرية بتخليه نهار الانتخاب ينتخب حسب ضميره، حسب قناعته، حسب عقله، مش حسب احتياجاته، حسب وضعه، حسب الذل اللي هو فيه، حسب ضغوط الحياة اللي عليه. هيدي القوانين إذا اتنفذت بتكون الخطوة الأولى نحو بناء وطن حقيقي المواطنين فيه بيحسوا بالانتماء لهذا الوطن، مش وطن قرط وجماعات وعصابات وطوائف. نحن بلبنان منا شعب واحد، نحن غابة فيها شرعية الغاب. لقوا بياكل الضيف إصابة بتقرط التانية. لأول مرة بحس إنه نايب عم يقترح قوانين ما إله أي مصلحة شخصية فيها، ولا حتى جماعته له مصلحة شخصية فيها، هي أبدا المصلحة العامة. يعني مصلحته هو بتيجي مثل مصلحة أي مواطن تاني فيها. نعمت I'm impressed. شو بدي لك يعني بالعربي؟ أنا معجب، أنا شابوبا. عرفت اللبنانيين على عمل النيابي الصحيح. بس للأسف الخبرية حلوة بس كمان في خبرية بشعة، إنه بده يصدم النائب نعمت فريم بطريقة سن هالقوانين. بده يقعد يترجى ويبوس ايدين كتل ونواب وهن يتغنجوا عليه وهن يتقلوا دم عليه ويطلبوا منه اشياء وكذا. ما راح تكون مهمته هينه. لذلك لنشر الثقافة هيدي بقترح عليك انك تأسس حزب وتنزل لوائح مش بس بكسروان جبال، بكل لبنان. ما بعرف اذا في وقت هلا، بس عمول اول خطوة كبر اكثر عن كسروان. لازم تنزل على مجلس نيابي معك كتلة تشبه هيدا التوجه. هيدا كتلة ما بدها شيء الا مصلحة الوطن والمواطن. مش ضروري يكونوا ناس جداد، يمكن
تاخذ معك ناس من الطاقم السياسي، بس بده يكونوا ماشيين على هودي الشروط. بدنا احزاب على هيدا النمط يا استاذ نعمت، بدنا حزب هيك، حزب جمعيه تيار. طيب تيار وانا بكون اول منتسب، ما بحياتي انا كنت حزبي، بس هيك حزب حقيقي انا بنتسب له.